شكرا لحفيظ واهلا بكم مرة أخرى. مبروك الجزائر لكل جزائري. من حق بولبينا أن يرفع فوق الأعناق بعد أن قاد المنتخب لربع النهائي بتسجيل أهم أهدافه على الإطلاق بقميص المنتخب الجزائري. هذا الاحتجاج للاعبي الكونغو الديمقراطية على حكم المباراة لا يغني عن أي شيء، فقد تأهل المنتخب الجزائري بهذا الهدف التاريخي لبولبينا الذي قاد منتخب الجزائر اليوم إلى ربع النهائي. دعونا نعيش معكم فرحة نجوم المنتخب الجزائري بهذا التأهل المثير والجميل والممتع والمستحق إلى ربع النهائي. من حق بيتكوفيتش ونجوم الجزائر أن يحتفلوا بعد أن تحولت الآن ألوان ملعب المباراة اللون الأخضر الذي يطغى على الملعب. كابتن رفيق صيفي، كابتن رفيق حليش، وكابتن محمد التريكة، مبروك هذا التأهل للمنتخب الجزائري. أبدأ معك حليش. مباراة صعبة أمام واحد من أقوى منتخبات البطولة في سيناريو مثير جدا، وصولا إلى ما كوفي عليه بيتكوفيتش من مجازفة نسبية في الدقائق العشر الأخيرة أدت إلى هذا الانتصار. صحيح محمد، قلنا ذكرنا بداية الاستوديو أن مباراة معقدة، مباراة صعبة جدا، تلعب على الجزئيات وتلعب لين الدقائق الأخيرة. وصح شفنا أنه وصلت إلى 120 دقيقة، أوقات إضافية، حلول جت أخيرا من فرديات. بولبينا عمل رائع، الجهة اليسرى يحاور اللاعب، ثم تسديدة أكثر من رائعة يهز بها الشباك. بولبينا يمكن قبل كأس العرب كان خارج حسابات كأس أفريقيا، صحيح، تألق في كأس العرب والآن سبحان الله يسجل أهم هدف في البطولة. نعم، اللي تألق في كأس العرب واللي فتحت له باب التواجد في كأس إفريقيا. استغل فرصته حتى ولو بضع دقائق، لكن هذا هو المهاجم الحقيقي، المهاجم المهاري، لازم يستغل فرصته. مباراة على العموم كانت مميزة من كل العناصر، من الخطوط الثلاثة، يا إما هجوميا خلق عدة فرص خاصة في الشوط الثاني، دفاعيا صلابة دفاعية موجودة، غلق مساحات في وسط الميدان عامل كبير خاصة من بوداوي. أنا الميزة الرائعة اللي تكلمت عليها بداية استوديو يا محمد، هذا التغير في المراكز للاعبين والمرونة المدرب. صح كان فيه تغييرين اضطراريين صح التعبير، نوري يا إما على اللياقة يا إما إصابة، ومن ثم تغيير إدخال بالعيد كمدافع محوري وإقحام بن سبعيني وإعادته إلى مركزه الأصلي اللي هو ظهير أيسر. بس هو في الشوط الثاني عاد المنطق وعاد تقريبا كل لاعب لمركزه المفضل. صحيح، بن ناصر تغييره بعبد اللي دخول رائع في المباراة، أيضا بالعيد. يعني العناصر اللي دخلت في المباراة أعطت الأفضلية، واصلت في نفس المسار اللعب والنسق المباراة خاصة. خلينا نشوف فرحة نجوم الجزائر بقيادة على ما يبدو بغداد بنجاح. نتابع. هنا يتوج إذن بولبينا رجلا لهذه المباراة، يتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة على الرغم من لاعبه لدقائق قليلة في الشوط الإضافي الثاني، لكنه يتوج بجائزة اللاعب الأفضل في هذه المباراة بعد أن كان صاحب اللقطة الأهم في هذه المباراة بتسجيله للهدف الوحيد. دعونا نستمع لبولبينا في تصريحاته مباشرة بعد أن توج بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. نستمع.
عادل، ألف مبروك الفوز. تحب تقول إيه بعد ما فزت بالجائزة وبعد ما فزت بالماتش وبعد دورك البطولي في المباراة النهارده؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة نشكر الجمهور هذا اللي ساندنا، الحمد لله ما خيبناش وتأهل. الله الأهم هو فوز المنتخب، أما هذه تبقى إلى دوافع يعني إيجابية. الحمد لله تأهلنا وإن شاء الله يزيدوا يساندونا ونفرحوا المباريات القادمة إن شاء الله. ألف مبروك. استمعنا لعادل بولبينا الفائز بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. كابتن رفيق سيفي، مبروك الفوز، صار كبير ومستحق وتأهل تاريخي صعب في ظروف صعبة، لكن سيناريو جميل لهذه المباراة. أكيد مبروك لنا جميعا، يعني الجماهير الجزائرية، الشعب الجزائري اللي موجودين في الاستوديو، حتى انتم مبروك عليكم، حتى اليوم كنتوا جزائريين. بس الضغط اكبر كان على ابو تريكه. الضغط كان على ابو تريكه، ولكن بعد ما طلع تونس من البطوله كان خايف هو. برهن انه ليس صح، شبه الاسود، برهن انه وجه خير على الجزائريين. اكيد مباراه كانت فيها اثاره، كانت فيها تقلبات تكتيكيه بدايه مع المدرب. بدا بطريقه في كل دقائق او في كل مرحله كان فيه تغيير، في بعض الأحيان اضطراري، كانت فيه تغييرات تكتيكية، غير بعض اللاعبين، رجع اللاعبين بعض الأحيان لمركزهم الأصلي. يعني تقلبات، هذه قراءة من المدرب يشكر عليها، لأنه حقيقة قرأ جيد المباراة، حتى ولو في بعض الأحيان فيه مدربين يخطئون في بداية المباراة ولكن لا يصححوا الأخطاء، وأخطأ، صحح، عدل، ثبت، وفي نهاية المطاف جازف ببولبينا في 6 دقائق الأخيرة وأخرج هذا اللاعب، يعني هو اللي كان حلال عقدة المباراة اليوم، وهدف يعني مهم جدا معنويا لبولبينا ومهم للجزائر. ولكن حقيقة الأمر نستحق، كنا الطرف الأفضل يعني في كل الجهات من بداية المباراة تقريبا حتى في الأوقات الإضافية. بيتكوفيتش كان صاحي طوال المباراة كابتن، تشعر بأنه لكل سيناريو لكل ظروف كان جاهز بردة فعل سريعة. هو مقسم المباراة محمد، هو خد الريسك فين؟ في الشوط الرابع الإضافي في آخر 10 دقايق. أنا عايز أشوف الجول يا كابتن محمد شارك فيه كل اللعيبة اللي اتغيرهم، بيتكوفيتش، حاج موسى، عبدلي، زروقي، بلبوين. التغييرات اللي عملهم هم أصحاب التمريرات اللي قبل الجول، وبعدين الجول ينم على ان جانب بدني من الاول خالص، ده الضغط السريع واسترجاع الكره والتحول السريع ومهاره كبيره. فينش عالمي ما شاء الله. وش رجله يا كابتن محمد، وش رجله مش بطن رجله. بكل قوه. كل اللعيبه من بدايه الهدف معمول صح زي ما بيقول الكتاب، قطعه، تحول سريع، جت للحاج موسى راح. هذه اصلا كرته المفضله بالبينه. أيوه. اتذكر بالذات مباراته مع تحيل امام الاتحاد السعودي في تشامبيونز ليج اسيا، سجل نفس الطريقه. ايوه بص يا كابتن محمد، الكره جت مع الكونغو، قطعوها ماشي، اتقطعت، اتلعبت بالراحه خالص، طلع الكوره، الحاج موسى راح نازل ولعبها في نص الملعب، ضرب 2-3 لعيبه، وبعد كده عبدلي لزروقي، بديل. ايوه، وفي المساحه، وده طبعا عنده المهاره، راح واخد بساكه لجوه وبوش رجله، فجول حلو، جول ملعوب، جول سيناريو حلو ويليق بالاداء الكبير الموجود بيه المنتخب الجزائري. عجبني الروح، عجبني الجانب البدني يا محمد، من اول دقيقه لاخر دقيقه اللعيبه بتجري ما بطلتش جري، فاعتقد ان ده سيناريو حلو وهدف حلو وهدف جماعي ملعوب للمنتخب الجزائري. هدف الدكه ايوه تقريبا 4 لاعبين، وتكلمنا بدايه الاستوديو عن الدكه في بعض الاحيان هي تصنع الفارق، واليوم الدكه هي اللي صنعت الفارق. عندما يكون عندك تعداد البشري في بطولات مجمعه مثل هذه تحتاج الى كل اللاعبين. سعود، للحديث عن ابرز ما جاء في هذه المباراه المثيره، عن اهم تفاصيلها واحداثها بعد ان نتوقف